في مدينة صغيرة كان في راجل بسيط عايش ومعاه كلبه الصغير. كلبه ده كان بيحبه جدا وكان وافي لصاحبه أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. الكلب ده كان بيستنى صاحبه كل يوم لما يرجع من الشغل ويجري عليه جدا، وكان بيبقى فرحان ومشتاق ليه لدرجة ما تتوصفش. في يوم الراجل ده صاحب الكلب تعب فجأة، والناس شالوه ودوه المستشفى. الكلب حاول يجري وراهم لكنهم منعوه، بس الكلب ما استسلمش. قعد يجري لحد ما وصل لباب المستشفى وفضل قاعد قدام الباب مستني صاحبه يخرج له. اليوم الأول عدى والتاني والتالت، لكن الراجل ما خرجش. الناس بقى اللي في المستشفى لاحظوا إن الكلب بيجي كل يوم يقعد في نفس المكان يستنى صاحبه يخرج. حد من العاملين قال هو مستني صاحبه، لكن صاحبه مات من كام يوم. الكلب ما كانش يعرف إنه مش هيشوف صاحبه تاني. قعد كل يوم يجي في نفس المكان من الصبح للمغرب وعينه على الباب مستني صاحبه يخرج، وكل ما يفتح الباب يجري يشوف مين اللي خارج. ما يلاقيش صاحبه فيرجع تاني يقعد مكانه. القصة انتشرت بين الناس وفضلوا كل يوم يجيبوا له أكل ومية، ولكن كان باين على الكلب إنه هو مش فارق معاه أي حاجة غير إنه يشوف صاحبه من تاني. الكلب استمر على الوضع ده لشهور، لحد ما في يوم لقوا الكلب نايم قدام المستشفى وما قامش تاني خالص. المشهد ده كسر قلوب ناس كتير وأكد لنا إن الوفاء مش بس صفة بشرية، دي حاجة ممكن نلاقيها في قلب حيوان صغير أكتر من قلوب ناس كتير. وللعلم قصة الكلب دي حصلت بشكل أو آخر مع ناس كتير، فلو عندك قصة حقيقية مماثلة ممكن تكتبها لنا في التعليقات. وبس كده، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. ولو مهتم دوس هنا هتشوف فيديو جديد من ترشيحي.